حصن به نحن احتمينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. الإعلام هو أقوى سلاح. الشخص الذي يمتلك الهالة الإعلامية يستطيع أن يغير قناعات كثيرة، يستطيع أن يوصل مفاهيم سواء كانت خاطئة أو صحيحة، يستطيع أن يتحكم بعقول الناس، يستطيع أن يغير آراءهم وأفكارهم. في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أقوى الوسائل الإعلامية الشعر، فكان الناس إذا هجت أحد أو مدحت أحد كان لذلك أثر عظيم سواء بالسلب أو بالإيجاب. لذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق النبل. لهالدرجة لو أنهم يرشقون بالنبل هذا كان أهون عليهم من أنهم يهجون. فالشعر كان سلاح كبير جدا. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسل بعدما أن هجي هو، قاموا قريش وهجوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتكلموا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتكلموا عن الإسلام، فأخبر أصحابه بأن يقوموا فيهجون قريشا. فقام عبد الله بن رواحة وتكلم، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما شفي مما سمع من قريش، ثم أرسل إلى كعب بن مالك، فقام كعب وتكلم وهجى قريش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع أو ما شفي مما أصيب به مما سمع من قريش. ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، وحسان بن ثابت هو النور الصحابي اللي حنتكلم عنه في هذه الحلقة. حسان بن ثابت بن المنذر الخزرج، وكان شاعرا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأتى حسان إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني كفري الأديم. شوف الرجل واثق، يعرف قدراته، يعرف أنه يستطيع أن يقوم بشيء كبير، يعرف أنه باستخدام قدرته في الشعر يستطيع أن يحقق نتائج كبيرة. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم بأنسابهم، وإن لي فيهم نسبا وأريد أن يكون أبو بكر يلخص لك نسبي. فذهب حسان مع أبو بكر وتعلم نسبهم من أبي بكر، ثم أتى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: والذي بعثك بالحق لقد لخص لي نسبك ولأسلنك منها كما تسل الشعر من العجين. يعني سأهجوهم وأنت ستكون بخير، لأن لك نسب فيهم لكني عرفت نسبك ونسبهم. هذا الإعداد قبل العمل. الشخص قد يعد ويتعلم قليلا ويبحث، ثم بعدها يستطيع أن يقوم بعمل كبير في خدمة هذا الدين. هذا حسان المنافح عن رسول الله الذي كانت حياته هكذا. عاش 120 عاما، 60 عاما في الجاهلية و60 عاما في الإسلام. أما 60 عاما في الإسلام كانت دفاعا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانت دفاعا عن هذا الدين. فهجاهم حسان فشفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن روح القدس يؤيدك ما دمت تنافح عن الله ورسوله. يا الله، روح القدس جبريل يؤيدك ما دمت تنافح عن الله ورسوله. فالشخص عندما يعمل لهذا الدين ليستشعر أن الله يؤيده، أن الله قد ينصره، أن الله سبحانه وتعالى راض عنه، أنه ليس لوحده. قد تكون لوحدك بين الناس تدعوهم تنصحهم، أو لوحدك تعبد الله سبحانه وتعالى والكل ضدك، أو على الأقل الكل ليسوا على دينك. في بلد، في قرية، في مدينة ما في أحد يعبد الله، أنت الوحيد. استشعر هذا الشيء، أن الله سبحانه وتعالى يؤيدك، أن الله سبحانه وتعالى راض عنك، أنك تعبد العظيم سبحانه وتعالى. فهكذا كان حسان، كان ينصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم هكذا. حتى أن عائشة تقول أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يضع المنبر لحسان ويقول: أهجهم وجبريل معك. يضع المنبر ويقوم حسان ويهجو قريشا. حسان من المعروف عنه أنه لم يكن يشارك في الغزوات ولا في المعارك. كثير من الصحابة كانوا يشاركون في الغزوات والمعارك، وكانوا يؤذون المشركين ويستطيعون أن يهزمونهم، لكن حسان لا، لم يكن هكذا. مع هذا استطاع أن ينصر هذا الدين. الله سبحانه وتعالى لم يفتح عليه في الغزوات، لم يفتح عليه في هذا الباب،
لكن الله فتح عليه في باب الشعر. أنت لما تنصر هذا الدين أو لما تتجه إلى الله سبحانه وتعالى ما تقدر تدخل كل باب، مو كل باب حتكون الأفضل فيه. في أبواب في ناس حيسبقوك فيها، لكن في أبواب قد تكون أنت وحدك الذي تستطيع أن تبدع فيه. زي حسان هو أبرز من على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الشعر، فهو أكثر من برز في هذا المجال. الزبير بن عوام مر على قوم وقد كان فيهم حسان ينشد الشعر ولم يكونوا مهتمين بشعره، فقال لهم: ما لكم غير مهتمين بشعره؟ فقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستمع له ويزل له الثواب، ولم يكن ينشغل بشيء عنه. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يستمع الشعر من حسان رضي الله عنه. حسان له مواقف وله أشعار يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وكان له مواقف خلدها التاريخ. ما هي وما هي هذه الأشعار؟ نذكرها بعد قليل. هم حصن به نحن احتمينا. هم حصن به نحن احتمينا. من أشعار حسان التي سطرت بالتاريخ قال عن عائشة رضي الله عنها يبرئها مما قيل عنها في حادثة الإفك: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، حليلة خير الناس دينا ومنصبا، نبي الهدى والمكرمات الفواضل. شوف الوصف: حصان رزان من العفة ومحصنة من الحرام ومن أن تكون مع الرجال وبثبات ووقار، وأيضا هي جائعة من لحوم الناس، فهي لا تتكلم كما قال الله سبحانه وتعالى: يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فلا تغتاب الناس، وهي غافلة كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات. غافلة هذا أشد الوصف في العفة، فهي لا تدري عن كلام الناس وماذا يقولون. وأيضا حسان كان يمدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا ويدافع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا. ومما قال حسان: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه وأنت لست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. يا الله، كلمات إلى الآن بعد أكثر من 1000 سنة ونحن ما نزال نذكرها، أبيات جميلة. ولذلك هذا فضل الشعر عندما يستخدمه الشخص في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كم نحتاج في هذا الزمن إلى شعراء، كم نحتاج إلى خطباء، كم نحتاج إلى أناس يتكلمون مو بس باللغة العربية، نبغى باللغة الإنجليزية، الإيطالية، الإسبانية، بكل اللغات. نريد شعراء وخطباء ومتحدثون يستطيعون أن يوصلوا رسالة الإسلام، يستطيعون أن ينصروا الإسلام، يستطيعون أن يدافعوا عن الإسلام ضد كل ما يقال له. نحتاج إلى مثل هذا. فمن يستطيع أن يستخدم صوته، أن يستخدم لغته، أن يستخدم شعره، أن يستخدم ما يملك في نصرة الإسلام فليبادر ولا يتأخر. أتى وفد من بني تميم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا ينادون محمد صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات: يا محمد أن اخرج إلينا. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أوذي بهذا الصراخ، فخرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد إنا قد جئنا نفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا. فأذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لخطيبهم فقام وتكلم. ثم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر أحد الصحابة أن يتكلم ويخطب ويرد عليه، فخطب وتكلم. ثم أذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لشاعرهم فقام وتكلم بالشعر. ثم نادى رسول الله حسان بن ثابت، قال: تكلم. فقال من الشعر ما قال. ثم قالوا: إن هذا الرجل لمؤتى، يقولون عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن هذا الرجل لمؤتى، خطيبه أخطب من خطيبنا، وشاعره أشعر من شاعرنا،
وأصواتهم أحلى من أصواتنا. فماذا حدث؟ دخلوا في الإسلام. يا الله، دخلوا في الإسلام. هذا الثبات عندما يكون الواحد يستطيع أنه يتمكن من الشعر، يتمكن من الخطابة، يستطيع أنه يتكلم. يعني مثلا في هذا الزمان قد تحدث مناظرات بين المسلمين وغير المسلمين. إذا الواحد يستطيع مفوه، يستطيع يتكلم، يستطيع أنه يقول، عندها قد يحدث هذا الشيء، قد يدخل الناس في الإسلام، أو أقل شيء قد الناس يرغبون بالإسلام أكثر، أو صورتهم السلبية عن الإسلام تتبخر. حسان بن ثابت هكذا كان. وحسان بن ثابت قبل الإسلام لم يكن هذا حاله، بل كان يمدح الغساسنة كثيرا، حيث أنهم ملوك في الشام مع متحالفين مع الروم، فكان يمدحهم ويعطونه الهدايا ويعطونه العطيات. لمن أسلم ترك هذا واتجه للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصرة هذا الدين، ترك الدنيا واختار الآخرة. كان يستطيع أنه يركز حياته حتى بعد الإسلام في هذا المجال، يمدحهم ويأخذ العطيات، لكن لا، اختار النصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا هو كان شاعر الخزرج، حيث كانوا عندما كانوا يتحاربون مع الأوس كان هو يتكلم ويهجوهم. فشوف سبحان الله، أبدله الله سبحانه وتعالى بمكان أرفع من هذا، أنه يخدم الإسلام. هكذا أحيانا واحد يكون عنده مواهب لكن يستغلها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا اللي حصل لحسان بعدما أسلم، استغلها في طاعة الله وفي نصرة هذا الدين. مر حسان على قوم كانوا يشربون الخمر فنصحهم، شوف الأمر معروف والنهي عن المنكر، نصحهم فقالوا إنا نشربها لأنك كنت تقول، حسان كان يقول ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا إلى آخر الأبيات، فكلما أردنا أن نترك الشراب نتذكر أبياتك هذه. فقال هذا قبل الإسلام، والله ما شربت الخمر بعدما أسلمت. الواحد يصلح، الواحد حتى لو مثلا دخل مثلا خلينا نقول إلى شيء حرام واستغل موهبته فيه، بعدما تتبين تب إلى الله سبحانه وتعالى وغير إلى الأفضل واترك الحرام. هذا كان حال حسان، كان طائعا لله، ناصرا للدين وناصرا لمحمد صلى الله عليه وسلم. توفي قيل في سنة 50 وقيل في سنة 54 من الهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياه وجميع الصحابة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بدور في السماء طلعت علينا، بطيبة فارتوينا واكتسينا. هم في الأرض نور أي نور، هم حصن به نحن احتمينا. هم حصن به نحن احتمينا. رسول الله أهداهم ضياء وأهدانا الصحابة فارتقينا. وأهدانا الصحابة فارتقينا. أنوار الأرض أنوار الأرض أنوار الأرض. هم حصن به نحن احتمينا.